عندي جاره اوكرانيه وعندي صديق عراقي اسمه حسن. حسن يظل يجي لعندي نقعد على البلكونه انا ويانا ارقي وكذا، وجارتي مقابيل بيتي، يعني على الطبقه 13 وهي على 13 لكن بلكونها مقابيل بلكوني. وهي مصادقه واحد تركي، يظل تحط راسها على كتفه وكذا، وحسن يتلوى ما تموت. قال لي الا ضبطها لو بعمري ليله، او احط الفوقي والجوال. شي شهر حسن يقعد على البلكون ويسوي حركات ولا معبرته خالص. المهم عندي صديق سعودي ثاني جاء اسمه تركي مطيري، ملعون اكثر من حسن. حسن قال له والله يا تركي ما حدا قاهرني بالدنيا الا هذا التركي. قال له ايش فيه؟ قال له حبل بالعجيه عجبتني ومضبطها وصار لي شهرين احاول، ونايم عند ابوه عند احمد، نايم عندي خيو، دشر بيته بس يروح على الشغل ويرجع وينام عندي. قال انا ضبط لك اياه. قال له شلون؟ قال له بس تتبع الخطه اللي يقول لك. قال له تم. والله وروح حسن على واحده صديقته، طبعا التخطيط من تركي المطيري كله. حسن يبيع ورد، جاب بوكيه ورد، وجاب واحدة أوكرانية كتبت له على البوكيه حبيبي أنا اشتاق لك وبدي أرجع أصلح العلاقات بيني وبينك. والتركي عنده اسمانة، محل بقالة سوبر ماركت تركي يبيع مواد تركية. باشر أجيك على المحل و... وتوصلني وأنت حاجة لي وياك. كتب وحط الورقة على شو اسمه على الورد، وبعثها مع الكورير هذا اللي يوصل ورد على بيت البنية اللي ساكن معاها التركية الأوكرانية اللي حاط عينه عليها حسن. طن طن دق الباب، انطاه الورد وراح. تفتح اللي هذه، المهم هاي موعدته الساعة ايش قد؟ كاتبت له 5:30، هو سكر 6. نعرفه احنا مراقبين كل شيء، احنا جبنا كل الأحداثيات تبع التركي. وتروح له على المحل الساعة 5:30 البنت، هو ما يعرفه ولا تعرفه هي. قالت له بس تليفوني طافي ممكن تطلب لي تاكسي؟ انطته عنوان اللي ساكن هو بيه، يعني بنفس الشارع نفس الحارة. قالها طولي بالك كان شغلت ربع ساعة 3 ساعة سكر وأنا أوصلك. هي حلوة حب، وهي انطته مجال حاب يزحف عليه. وبالرسالة مكتوب نفس التفاصيل هذه. فهذه خطيبته اللي تحب التركي هاي الأوكرانية اللي معاه، ايش سوت؟ راحت على الشارع نطرت، لأن العنوان موجود إنه توصلني، عرفت إنه بنفس الحارة. وبالصدفة سبحان الله أنا وحسن وتركي كنا واقفين بالشارع، ما أدري شلون رب العالمين زرعنا هناك، ويوصل للتركي هذا ومعه هاي الأوكرانية. وتنزل الأوكرانية وتروح واحد تقول له يا كلب يا حقير يا نذل يا تافه أنت تخونني ومدري إيش. كنت مع واحدة وترزله رزالة، وحسن قام يبهدل بيه. قال له أنتم الأتراك ما تستحون، أنتم معاك واحدة مثل هاي جميلة شلون تخونها مع هاي زبالة؟ عاد البنية ذيش زبالة مشت لحالها. قلنا لها ما تندارين خالص خالص، تسوي حالك اعمل نفسك ميت. وقام يتبهدل بالتركي وحسن يزيد بالنار. وتركي المطيري يقول له عن جد انه انت واحد تافه، يعني معقول واحدة بهالجمال هاي تخونها؟ وقمنا نزيدها. عاد هو ساكن معاها مو هي ساكنة معاه. تطلع على الشقة فوق، حسن يطلع معاها يقولها، قالت له بدي اكب لك اغراضك تبي فيش انا اقول تسبر. قالها اطلع معك اساعدك. قالت له دفعي امشي يلا يلا. وحسن بده من الله طلع، هي بدها تحط الاغراض على الباب، اني واقف جواني وترك المطيري. ما اتوقع يعني حسن نزل بس مو هيك، وانه حسن قالها فوق ليش تحطني على الباب؟ كبيه من البلكون. خيو تقوم تكب هالشيلاتي من البلكون والكلاسين تطير بالهواء والبلاطين وترك عيونه وعيون الحصيني جوا. مو عرفان التركي، مو عرفان شنو القصه، شلون صارت السالفه السرده كذا. وهاي ما قالت له شيء بس بهدلته وشرشحته. المهم حسن عاد كب اغراضه وكذا، طلعنا احنا لقينا قاعد فوق واسيها وكذا وعادي، وهذول الاتراك اخوانا كلهم اني من زمان قاعد اكيد تعرفين. قالت له ايش شفتك كذا مره على مقابيلي؟ قال هاي صار شهرين احبك ما انا مليل. انا غيرت سكني، ساكن عندي شقه لحالي مطلع على البحر، هو فعلا شقه مطلع على البحر. عندي شقه مطلع على البحر 4 غرف، وصار قاعد يغريها